أسوأ شيء في الحياة، أسوأ شيء في الحياة لما تكون ليك أصدقاء، ليك صحاب، تعمل الخير، تتمنى لهم الخير، بتساعدهم، بتشوف أي حاجة، بتقف جنب الإنسان لو في أي مشكلة من اللي حواليك. وللأسف لما بتيجي أنت بتوصل لمرحلة إن أنت بتحتاج حد ما بتلاقيهوش، وبالعكس يكون هو السبب في الضرر وبسبب في خذلانك. ده صدقوني يا جماعة بيوصل الإنسان أحيانا للجنون، زي ما حصلت في جريمة النهاردة. ما نعرفش جريمة النهاردة ده مجني عليه أو جاني، وأنا من وجهة نظري بقول إنه مجني عليه قبل ما يكون جاني، لأن طبعا زي ما قلنا قبل كده ودي قاعدة ثابتة، مفيش مبرر مهما كان للقتل بغير حق، زي ما بيقولوا كده. قبل ما نبدأ القصة أو الجريمة اللي هي مش طويلة يعني، بس هي حبيت ان انا اسردها لان حصلت مع ناس انا اعرفها شخصيا يعني، وبسببها حبيت ان انا اسرد معاكم الموقف ده، لان اكيد ممكن يحصل لاي حد فينا. يا ريت بس نشترك في القناة اللي بيعجبوا المحتوى التوعوي اللي بنقدمه، فعل زر الجرس، واسألكم اللايك يا جماعة دعما لينا. الحكاية بدأت بشخص محترم جدا، مؤدب، طيب، متجوز عادي، بس مع لسه كانش ربنا كرمه بأطفال أو حاجة زي كده. فكانت زوجته إنسانة طماعة، إنسانة وصولية، إنسانة انتهازية. هي لما خدته عشان كان خاطر عنده بقى فلوس وعنده شغل وكان كويس أو حاجة زي يعني، هي بتبقى الحاجات اللي زي دي بقى واخدة طمعة. المهم الشخص ده كان عنده او كان شغال تبع مثلا محلات او حاجات زي كده، بيعمل لها اللي هو الدعاية، بيعمل كذا، كانت شغلته جميلة وكان بيعرف وكان شغال كويس وحاجة زي كده. الشخص ده كان ليه 2 اصدقاء، منهم انسان كان بيستغله، اللي هو الاستغلال الطبيعي، لو احتاج حاجة او عايز حاجة او يعني الحاجات الطبيعية اللي احنا بنشوفها في حياتنا. تلاقي واحد استغلالي بتاع، هو مش مؤذي لكنه بيدور على مصلحته او بيحب ان هو يستغل الشيء في صالحه. والتاني كان دايما بيبص للشخص ده وكان دايما طمعان فيه، مش طمعان فيه كفلوس او طمعان فيه كمصالح زي التاني، لا، ده كان طمعان فيه كحياة. لما الشخص ده جه انفصل مع مراته فكان بيبص دايما لزوجة الشخص ده، ودايما كان عينه منها او حاجة زي كده من قبل ما يتجوزها يعني. وهو العادي يعني كان الطبيعي او حاجة زي كده، وهو ما كانش يعرف حاجة زي كده وبتاع. فالمهم جه الشخص ده ابتدى يتعثر، اللي هو جه يتعثر، اللي هو الشخص المتجوز ده. فابتدت مراته تغير طبعا نغمتها معاه، لانه واخدها على طمع، وده كان خطأ منه، ان هو ما بصش، هو بص لها كحاجه كويسه او حاجه جميله او قيمه مثلا كشكل او كمظهر او حاجه زي كده، وما بصش لمدى القرب اللي داخليا. يعني الانسان لما يجي بيختار يا جماعه لازم يختار زي ما قلنا قبل كده في قصص كتير وحكايات كتير. لازم لما تيجي تختار من جواك قبل ما تختار من عقلك، يعني بتختار من جواك الأول، بتشوف مدى التقارب اللي بينكم، التقارب الفكري، التقارب الروحاني، حتى التقارب العاطفي، لأن ده هو اللي بيفضل أو ده هو الأساس يا جماعة. لكن للأسف أهو اللي حصل معاه. المهم جه بعديها التاني لما ابتدت المشاكل وابتدى النغمة تتغير وابتدى حاجة زي كده. فالمهم الراجل يعني كان بيتكلم او كان يعرف التانية، فابتدوا يتكلموا مع بعض او حاجة زي كده، فنشأت بينهم يعني زي ما تقولوا علاقة او يعني حاجة من حاجة زي كده، واتطورت. وطبعا دي مش عندها عيال او حاجة زي كده، والتاني منفصل بتاع. فطبعا هو اصلا من الاول كان عينه منها، والتانية لما لقت التاني يعني غيره خالص، ليه في الحياة بقى وشوف ودلع والحاجات انتوا عارفين اللي بيحبها، في ست نوعات من الستات تحب الشخص اللي هو فاهم الدنيا قوي يعني، بتحبش الانسان اللي هو منغلق او الانسان اللي هو على قده يعني. بس فهي دي كانت من النوعيات دي. فالمهم نشأت بينهم علاقة او حاجة زي كده. فجي بعديها هو طبعا مش في دماغه، مش حاسس بحاجه، وفي مشاكله اللي هو بيحاول يحلها، ازماته الماليه اللي كان بيحاول يحلها وحاجه زي كده. المهم كان عرض عليه انه يشتغل في مكان يعني هو كان مرتب له او حاجه زي كده وبتاع معاه يعني. فالمهم اشتغل معاه، اتاريه هم مخططين الاتنين ان هو يعني يعمل شيء او يخلي شيء يبين ان هو سرق الحاجه زي كده، او يتحبس او وضعته زي كده يضره يعني، بحيث ان هو لما يضره هي تتطلق منه ويفوز بيها يعني ويتجوزها. وقد كان يا جماعه. جه طبعا لما لقى اشتغل معاه قعد فتره، فجه بعد الفتره اللي اشتغل معاه فيها طبعا رقد له،
ودايما الاذى اسهل شيء يا جماعه اللي عايز يأذي. يعني دايما كده اي حد عايز يأذي اي حد ده تلاقيه سهل. ليه؟ لان الشيطان كده كده بيهيأ لك حاجات كتير، بدل الحاجه هتلاقي الف حاجه انك تأذي بيها. بس وقد كان ده اللي حصل، فضل يرقد له في الاخر. طلعوا ان هو حرامي وان هو مش عارف ايه، فطبعا جم مسكوه في الشركه او حاجه زي كده اللي هو حط له الحاجات زي كده. وطبعا كان عليه ازمات ماليه وعليه ديون وعليه حاجه زي كده، فثبتت اكتر ان هو فعلا المبرر بتاعه هو ده. بس فجي بعديها ابتدوا يتحروا حاجه زي كده، وقد كانوا بتاع. فالمهم يشاء ان هو يعرف او يقتنع ان الشخص ده هو فعلا اللي جاب اللي حط له الحاجات دي، او بالبلدي كده بيقول لك اللي دسها له. فجه الشخص اللي دس له الحاجات دي او اللي حط له الحاجات دي بتاع، فعرف. فقبل ما يتمسك او قبل ما حاجه زي كده، فطبعا جه ففوجئ ان هو على علاقه بمراته، او على علاقه بالشخص بالانسانه اللي هي زوجته او حاجه زي كده. فطبعا لما انهار مع الضغوطات النفسية، مع الضغوطات المادية، مع الضغوطات اللي هو بيعين بيها، فنشأت بينهم محادة جامدة، ونشأت بينهم كلام جامد، فأدى ان هو اتخانقوا مع بعض. فللأسف ضربوا فقتلوا للأسف. فهو اتمسك في ظل ان هو حرامي، ان هو سارق، واتمسك في ظل ان هو قتل اللي هي حاجة زي كده. وللأسف هو خد حكم، وزوجته تسببت في انها يعني يعتبر مستقبلها راح. لا طالت الشخص اللي كانت بتتمناه، اللي هو اللي كان خاين، اللي هو صاحبه اللي هي كانت بتتمنى، ولا طالت حتى زوجها انها تكمل وتعيش معاه وحاجة زي كده. حتى هو نفسه طلقها وهو في السجن وحاجة زي كده. بس فهي دي كانت القصة. حبيناش ان احنا نطول عليكم، حبينا بس ان احنا دي حاجة حصلت، فحبينا ان احنا بنسردها لان حصلت لسه، يعني الموضوع ده ما لسه. فللأسف والله يا جماعة، وانا بحكي حاجة زي كده الواحد حزين جدا جدا ان في اصدقاء وفي صحاب بالدرجة دي، في صحاب بالحقد والكراهية دي. يا اخي عايز تكره حد اكرهه، بس ما تأذوش بالطريقة دي. انت بتتمنى شيء من حد، اتمنى زي ما انت عايز، بس ما تهدمش حياة وما تهدمش أسرة بالطريقة دي، وما عملكش اي حاجة. عشان كده دايما يا جماعة اتقوا شر من احسنت اليه. ودي احلى جملة نختم بيها قصتنا، ونختم بيها في رسالة فعلا: اتقي شر من احسنت اليه. ما تبقاش ساذج انت كراجل، او انت كست، ما تبقيش ساذجة مع صديقة ليكي، ما تبقاش ساذج مع صديق ليك. لازم دايما تخلي بالك وتحط في، لو انت بتعتبر ان هو كل شيء، حط اعتبار لو 10% ان ده ممكن يتغير، وده ممكن يكون سبب مشكلة ليك. بس واتمنى يعني لو وصلنا لغاية هنا اشترك في القناة، فعل زر الجرس. والغرض يا جماعة من اللي احنا بنقوله ده، لان في ناس بتقولك انت بتسرد وانت بتقول وانت مش عارف ايه، وشوف مش عارف مين بيقول قصص. انا ما بقولش قصص، زي ما قلنا احنا مش هنسلي بعض زي ما قلنا يا جماعه، احنا بنقول حاجه نتعلم منها. يعني جريمه زي اللي حصلت دي احنا بنقولها ليه؟ عشان نتعلم منها، عشان انت تعرف، عشان تفهم ان ده ممكن يحصل لك الموقف ده. ليه لا ما يحصلكش الموقف ده؟ هل انت مالكش صحاب؟ هل انت مالكيش صحاب، مالكيش اصدقاء ان ممكن يضروكي؟ لا ليكي ولا ليك. فلازم، فاحنا الهدف من اللي احنا بنقوله ده نخلي بالنا، ودي التوعيه الحقيقيه. مش قصة بتتحكي واحد بيحكيها يقولك سنة كذا وسنة كذا. لا يا جماعة، احنا بنسردش قصة. وجمال القصة اللي احنا بنقولها بتلقائيتها، احنا بنقولها بالتلقائية بتاعتها. مش محتاجة ان احنا نعمل حوار ومنتجات وحاجات وبتاع، مش محتاجة. احنا مش هنعمل فيلم هنخرجه يا جماعة. بس اتمنى نشترك في القناة ونفعل زر الجرس، واسألكم لايك دعما لينا، واشوفكم القضية الجاية او القصة الجاية، والسلام عليكم.